الخزان الأخير والجميل والعاشق يتكون بعد سن 56 سنة، وجون كان بيسميه serving God، خدمة الله سبحانه وتعالى. وهنا مفهوم السعادة يكتمل في السن ده بعمل حاجات لله، ممكن يكون منها اني اكتشف هدفي من الحياة، يعني لماذا خلقت انا بالذات، بالخبرة بتاعتي، باللي حصل في حياتي، بتعليمي، بكل شيء. وفي المرحلة دي لو أنا عرفت ده يبقى أقصى أملي إني أعيش لخدمة الهدف ده مرضاة لله سبحانه وتعالى، سعي لإرضاء الله، مش عايزة أي نفع تاني، مش عايزة شكر أو عرفان أو أي حاجة من أي حد. كل اللي أنا عايزاه إني أعرف ربنا سبحانه وتعالى خلقني ليه، وأبقى كل عمل بعمله ربنا في ذهني، وبعمل العمل ونيتي كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. الخزانات دي عشان تتملي اتفقنا ان كل واحد فينا هو المسؤول عن انه يملاها، مش مستني ده من حد تاني. كل واحد فينا يعمل تشيك، يتمم على الخزانات دي ويعرف ايه اللي ناقصه، ويعرف يملاها بالفيتامين اللي عرفناه. من المشاكل اللي ظاهرة جدا جوه الزواج او جوه اي علاقة اننا ما بنبقاش عارفين ان جوانا كل الخزانات دي وكل انواع الحب دي وكل الاحتياجات دي، فنلاقي نفسنا بنحس بالحزن، واللي كنا بنعمله قبل كده ما بقاش بيسعدنا وما احناش عارفين نعمل ايه، فبنروح للزوج او الزوجة ونطلب منهم يعملوا حاجات تساعدنا او كانت بتساعدنا وبرضه ما نبقاش مبسوطين، فنلومهم ونضايقهم ونتخانق معاهم، وهم كمان يحاولوا يبسطونا، ولما ما يعرفوش يبقى القصة كلها اصبحت خناقة ان كل واحد بيلوم التاني وبيضايق التاني. لما يحصل ده اعرف ان الخزان بتاع الانسان ده او اللي له علاقة بعلاقتك بالانسان ده، ده مليان ومليان على الاخر، وكل ما تدي فيه زيادة كل ما انت بتبوظ العلاقة مش بتحسنها. يبقى هنا دي العلامة اللي تقولك دور على بقية الخزانات، واعمل كل سعيك انك تظبط الخزانات التانية وتملاها علشان تقدر تعيش مبسوط، وتقدر تعمل دورك في حياة سعيدة مع شريك حياتك او مع اهلك اللي عايشين معاك.